السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعودة الدوري المصري. ناس كتير كانت بتسأل انت ليه بقالك كتير فترة ما بتنزلش فيديوهات. اصل هنزل فيديوهات على ايه يا جماعة؟ على شغل الترندات والاوف والاح، واصل في فرح الناس قعدت تقول زيزو مش زيزو، ولا قضية عدي الدباغ، ولا وسام، ولا حتى ان مثلا الناس بتطلب بمديونية الزمالك، وان الزمالك جدول مديونياته. كلها اخبار في العادة يا جدعان. مش حاجة ان انا اروح اطلع واعمل فيها زي مثلا بتوع قنوات اليوتيوب او التيك توك والناس دي. لان كده كده انا مش حكاية كده، هي اخبار عادية. حاجات اصلا انت لو فتحت الفيس ده عادية، مش ضروري ان انا اعمل لها حلقة مخصوصة زي معظم مثلا التيك توكر ولا الناس دي، ولا بتوع اليوتيوب، واقعد بقى اتكلم اصل الزمالك في فرح قاعد يشيط وزعلان عشان قالوا ايه زيزو، اصل خالد الغندور نزل اخبار عن النادي الاهلي. يا جدعان كلها اخبار عاديه، كلها اخبار عاديه. انت المهم ان انت النهارده الجمعه هيبدا الدوري المصري. طبعا الزمالك داخل بصرف 7 مليون دولار، وعائدات ايرادات مليون او 2 مليون دولار. ودي مش ارقامي، دي ارقام ترانسفير ماركت. يعني الاهلي صارف 5 مليون ونص وجاي له عائدات 6 مليون ونص. بيراميدز اللي يمكن شويه اعلى شويه 3 مليون ونص وجاي له 4 مليون 300. مش اعلى شويه يعني، بس الصرف بتاعه معقول لان هو ما جابش غير لعيب مثلا من البرازيل. ناس بتقول لي الصفقات ورايك ايه. ناس بقى عماله تقلل من اللي الزمالك عامله. انا كراجل اهلاوي، انا مش من النوع بقى اللي هو ايه الترند الاوف والاح، واصل زيزو عليكم فلوس ومش عارف ايه والشغل ابو 2 جنيه ده. انا ماليش دعوه. انا ليا في فرقتي كالنادي الاهلي. والناس اللي بتطلع تقول لك اصل عقد زيزو مش عقد زيزو، يا عم انا مالي، اطلع انت سجل يا باشا واتكلم. انت مادام انت نادي الزمالك طالع بتتكلم وعايز الحق ومش المستحق، يا باشا سدد مديونياتك الاول. لكن شغل بقى الاعلام وشغل بقى الترند ويلا بينا واصل يلا كلمتين اعراض في الجو وشغل حماوات وسراير وضراير والشغل ده ملوش لازمه. هطلع اتكلم فيه ابقى كده ولا مؤاخذه زي اي يوتيوبر عادي بيطلع، سواء بقى يوتيوبر اهلاويه او زملكاويه، بيقعدوا يقرعوا علينا عشان بس خبر قد كده يعمل عليه حلقه. الناس بقى تقعد. طب اطلع انا بمعلومه ايه اللي انا استفدتها؟ ولا حاجه، بلح. انا شايف ان صفقات النادي الاهلي كويسه. الزمالك لو انت هتقول لي ايه رايك، انا ما بحبش اقلل من اي صفقه حتى لو الودي. وكمان هتكلم عن حاجات في الماتشات الوديه. نادي الزمالك خسر الماتشات الوديه، الاهلي كسب او خسر في الماتشات الوديه. ده يعني لا بيزود ولا بينقص، ده بيدي بس ريت او ريشيو او معدل. انت بتشوف الاداء بتاعك عامل ازاي، انت بتشوف محتاج ايه صفقات عشان تقفل الخلل في المراكز اللي عندك. انت فاهم ازاي؟ يعني انا الاهلي انا شايف ان هو عنده خلل في الجبهه الشمال، كريم فؤاد والراجل الباك اللي لسه جايبينه. انت ممكن اي حد لا قدر الله يتصاب، وغلطه ان انت طلعت كريم الدبيس اعاره. تعال انا اقول لك مثلا ان الزمالك دعم كل مركز باتنين او ثلاثه لعيبه. مش وحشه الزمالك يا باشا. بص، لو انا مش اهلاوي حقاني هطلع اقطع في الزمالك واعمل زي إيه بعض الناس اللي هم الاهلاويه. بص يا عم، ومصاريف والحكايه واصل ده سمسار. يا عم انا مالي. هو واخد الناس، هو واخد، وانا مؤاخذه جون ادوار على راي بعض الناس، يا عم هو واخد الناس مقاوله. انا مالي، انا ليا في النادي الاهلي. ليا ان انت السنه دي مطالب ان انت تجيب افريقيا. انا كراجل اهلاوي، هو قبل ما يبدا الدوري يا جدعان الدوري هدف، كاس مصر هدف، السوبر اللي جاي هدف. لكن الكريزه او دره التاج زي ما احنا بنقولها الاهلاويه، بطوله افريقيا. عشان بطولة افريقيا دي هي الكارت بلانش بتاعك اللي هيوديك لكأس العالم للأندية اللي كمان هتتلعب كمان 3 سنين، اللي هي المجمعة. وكمان الكارت بلانش بتاعك اللي هي هتخليك تلعب الكونتيننتال. خلي بالك بيراميدز دلوقتي ما دام شم دوري ابطال افريقيا، وانا عارف ان انا حلقتي اللي انا عملتها عن دوري ابطال افريقيا وبيراميدز والكلام ده مش عارف ايه. يا جدعان انا حر يا جدعان، اقول مبروك لي مش عارف مين مش عارف، بس ما حضرلوش احتفاليه.
مبروك وروح رياضيه وكل حاجه، لكن ما اروحش احضر له احتفاليه واخد 500 جنيه ولا مؤاخذه واروح اشجعه. انا مشجع للنادي الاهلي. ناس هتقول لي يا عم انت كده انت بتناقض نفسك. لا يا باشا، انا ما بناقضش نفسي. فرقه بيراميدز ده نهائي دوري ابطال افريقيا زي نهائي دوري ابطال اوروبا. انا راجل يا عم بشجع معلش ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، سلاحف النينجا، فرقتي ما وصلتش، اكيد لازم هتكلم عن النهائي. المهم بس نرجع ان الدوري هيبدا بكره، والزمالك اول ماتش ليه مع سيراميكا كليوباترا، ودجله هيلاعب بيراميدز، وانت يوم السبت هتلاعب مودرن سبورت. لازم يبقى في نظام اللي هو الشوك، ان النادي الاهلي ينزل، انا المنافس اللي ينزل قدامي ابلعه اكله، ما احطش ما سيبلوش فرصه ان هو يقعد ياخد ويدي معايا في الكوره. عشان انت كده كده افريقيا السنه دي اصعب من السنه اللي فاتت يا جدعان، خصوصا ان الانديه الافريقيه اللي دخلت كاس العالم جات لها دفعات ملايين من الدولارات، وكله ابتدى يدعم. الترجي، صن داونز دعم يا جدعان، وده الخوف منه برضه. بيراميدز دعم، الوداد مدعم. اتمنى من الله ان يعني ان شاء الله السنه دي تبقى سنه خير لينا كاهلاويه، وان احنا ناخد دوري ابطال افريقيا، عشان يبقى عندي كارت ان انا او على الاقل حاجه اقدر اروح انافس بيها دوري كاس العالم للانديه، اسهر في المحفل التاريخي بتاعي. هو ده اللي انا بتمناه كاهلاوي. الدوري اتمنى انك انت يبقى عندك الروتيشن والدنيا تمام واللعيبه بتلعب وي اتمنى الاهلي ياخد الدوري برضه. لكن بقى حته ان انا اطلع اتكلم في ترندات واوف واح، كده كده الداخليه عامله موسم احلى من موسم الرياض، وعماله تلم الناس التيك توكرز الهلس. فاتمنى ان شاء الله افتتاحيه الدوري للاهلي اللي هي بكره ان شاء الله، والدوري بكره عامه تبقى افتتاحيه خير للاهلي وللكره المصريه يا باشا. واتمنى اشوف منتخبنا ان شاء الله في كاس العالم الجاي خير. والحمد لله على السلامه ان انا شفتكم يا جماعه تاني في الفيديو. وما تنسوش يا جماعه تدعمونا، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.